المساحات الصغيرة في الاستثمار أفضل بكثير من المساحات الكبيرة. علاش؟ أولا السياحة على مدار السنة تتكون موان جيست و تو جيست، أما لي فامي راه تيجيو غير سيزوني، هادي شرت ليها شحال من مرة. تاني حاجة، ما نشريش أنا استوديو ب 140 150 مليون في كيليز وغنخلي لي ريجيون اللي قراب ليه. مثلا البروجي اللي بارطاجيت معاكم هذا اللي في لي فيغناج راه 2 دقائق على ايما فينيو، 2 دقائق على شارع محمد السادس، و5 دقائق يعني البلازا، و10 دقائق للجامع. فهنا الانسان يقدر يمشي ابي ويمشي افيك فواتور. واللي تيميز هذا البروجي سال دي سبور، سونا، فينيسيون او سوندينغ، جميع المواصفات اللي محتاجين حنايا الاستثمار اير بي ام بي وبوكينغ. هذه من جهه اخرى حتى العوائد الربحيه واهم حاجه كاينه تتراوح ما بين 13 حتى ل 20%. دونك الناس اللي مهتمين بهذا البروجي هذا راه تلقات لا ترونش الاولى وتباعت فيها 50%. علاش الاخوان دغيا تباعت 50% في هذا لا ترونش هذا؟ مساحات صغيره. الناس اللي تعرفوا يديروا اير بي ام بي بوكينغ راه عارفين المساحات الصغيره هي العوائد الربحيه المرتفعه. ودخل الاير بي ام بي بوكينغ فيريفي، راه كاين كلشي دابا، راه ما كاين ما تخبيه. ماشي دخل الاير بي ام بي وغادي تلقى دائما لي بتي ستوديو تيتكراو على لي غرون ستوديو، على حتى لي زابارتومون. مرحبا بكم جميعا عند موقف موبيلي. الناس اللي مهتمين تواصلوا معنا على 070776 وانا تنقولها وتنعاود نقولها، احسن بروجي للاستثمار هو هذا البروجي هذا اللي بارطاجيت معكم. ما تضيعوش هذه الفرصه، فرصه بين يديكم. السلام عليكم.